ايه ما انت بتعمليه ده؟ حاجة اسمها ده هتلاقي تعالى. اسكت ايه بس؟ آسف على المنظر، لكن كلمتين هنقولهم لوجه الله ولعل تسمعوه. جسمك أمانة وغالي عليك. فين الراجل؟ ليه يخليكي تعرضي جسمك وده يشتم وده ويقول وده ويعيد ونفرج الناس كله عشان ايه؟ عشان الفيديو يجيب 5-6 مليون ونكسب فلوس. احب اقول لكم فلوسكم حرام وباطل، لانك مش بتقدم حاجه تنفع الناس. هلس. الزوجه خانت زوجها، شوف مش عارف عملت ايه ده. ممكن يقدم حاجه حلوه للناس تستفاد منها. الراجل انت لازم تكون راجل، يغار عندك غيره على اهل بيتك. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم صلى عليه قال لا يدخل الجنه ديوث. قال وما الديوث يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على اهل عرضي وبيتي. خشش الجنه، شوفش الجنه، انت متخيل؟ فانت فين النخوه؟ فين المرجله؟ لازم تكون راجل تحمي اهل بيتك وتاكل بالحلال. لاني والله العظيم طول ما فيه لو جنيه واحد حرام عيشتك هتبقى كرب وهم. اطب مطعمك تاكل مستجاب الدعوه، سبحان الله. فانت ليه نعمل حاجه زي كده؟ اولادنا يشوفوها شكلك ايه قدام الناس، اخواتك وحبايبك واولادك. لكن لما تقدم حاجه حلوه تنفع الناس هيتفخروا بيك ويقول فلان ده راجل محترم، بيقدم معلومه، بيقدم حاجه حلوه. فنصيحه لله، بلاش تعرضي نفسك وتخلي روحك عرضه وده يتفرج وده. ليه اتجوز راجل يصني وانت غار على اهل بيتك وغار على مراتك؟ مش هقول اكتر من كده. ربنا يحفظنا ويحفظكم، والسلام عليكم.